على جودة البلح. الله أكبر على جودة البلح. دخل ابن الخطاب إلى النبي وقلبه أكثى من الحديد، وخرج ابن الخطاب من عند حضرة النبي قلبه أرهب من الحديد. صلوا عليه. الله أكبر، الله أكبر على منتجنا، الله أكبر على منتجنا وعلى جفافنا. كل اللي يشوف الفيديو يصلي على النبي يا إخواني. بلح الجنة وبلح أسوان. جنة وأسوان، الله أكبر. هذه جنة حاجة وهذه أسوان ما شاء الله. أسوان حاجة عالية بسم الله ما شاء الله. أسوان. هذه أسوان وهذه جنة وهذه أسوان. ايه انواع البلح ده؟ النبي يعني. ايه انواع البلح؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه انواع البلح ده؟ ده منكابي، وده ابيض شبح، وده ابيض شبح، وده وردي ذهبي شبح. وردي ذهبي؟ شبح مطرز. شوف البلح مطرز ازاي؟ واخد الشكل الوردي والذهبي الاثنين في بعض. وردي ذهبي ما شاء الله. ده المنكابي ده اعلى انواع البلح. بلح سمين، بلح يعني ايه؟ حتى السوسه ما تعرفش تخش له اساسا من تقل. ده البلح القناوي، ده الابيضات، ده حاجه فاخر، حاجات عاليه، ده بتاخد كفر الشيخ الحاجات العاليه. ده بلح قناوي برضه اسمه الشبح، من اعلى الجوده في البلح، حاجه بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله البلح كلها ازاي؟ ده بلح اسواني، ده وردي، يعني حاجه اسمها نظام ذهبي، بلح بسم الله ما شاء الله اسواني دي، ودي برضه اسواني. بلح ايه بسم اشهر الله. اماكن في البلح؟ اشهر قنا والاقصر واسوان. قنا والاقصر واسوان بتسافروا فين وفين؟ محافظات بناخدها من المنيا، القاهره، طنطا، كفر الشيخ، اسكندريه، متغامر، المنصوره، جميع المحافظات بنودي لها البلح والمنوفيه. طب البلح ده انت حطيت كيس، ده بلح فيه للسفر، اكياس وفي بلح ما فيهوش اكياس، ايه الفرق؟ ده اللي هو لسه ما جهزش للسفر، ده كده جاهز للسفر. عشان خاطر الجفاف بتاعه احنا بنحطه في الكيس وبنشد الكيس كده وبنغلف الكيس، يعني الكيس ده عشان يحفظ الحراره بتاعته، الجفاف بتاعه، عشان هناك في نسبه رطوبه في الوجه بحري. لو احنا سيبناه على كده البلح هيحن معاه، هيطرى. اما هو في الكيس كده بيحفظه ويقعد معاه شهر وهو في الجفاف بتاعه. الكيس ده بيحفظ الجفاف بتاعه. لكن ده لسه هيتنضف. ده لسه هيتفضى في الارضيه وهيتنضف وهيتكيس وبرضه للسفر. يعني ده جاهز وده اللي هيتنضف. ده كده جاهز. طب هيتنضف منين؟ من الكسر، في حاجات زي كده، بلحه مكسوره وكل العصفور، رطوبه، ماشي. ده لسه ما تنضفش، ده لسه ما تنضفش. صوت البلح ده بيدل على ان هو كويس ولا جفاف عالي، وغير كده ان احنا في الشمس الجو سخن، الجفاف عايزه تسمع صوته المغربيه يا الفجر. يبقى اكتر من كده؟ اكتر من كده. دلوقتي الجو سخن، البلح ما بيديش الصوت اللي هو بتاعه المغربيه او الفجر. حتى لما يعني نودي السفر بالليل نلعب بالليل يا الصبح بدري، ما نعبيش في النهار زي كده. البلح بيسيح بالنهار، لازم نعبيه يا الفجر يا المغرب. بيرجع بالنهار لما يكون الجو سخن كأنه تو مقطوع. لو عبيناه، كأنه تو نازل على النخل. لو احنا عبيناه في الوقت لو عبيناه في الوقت ده ما ينفعش. لو عبيناه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي البلح يطرى في الكياس.